سلام بنات الميمات الغاليات كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيت نشارك معكم طريقتي في الطياب ديال الخبز والعجينه ديال الخبز. كتجي يا سلام غزاله البنات ما شاء الله ما شهيتكم فيه. والطياب ديال الفرنه ما شاء الله كيجي غزال. بقاو معايا نشوفوا الطريقه. بسم الله على بركة الله البنات. كما كتشوفوا هنا وجدت الطحين والنخاله البنات. كما كتشوفوا عندي هنا الفرش. نتوما يمكن لكم تستعملوا بالنسبه للدقيق اللي عندكم. هنا عندي الفرشه البنات كميه كثيره. بالنسبه المبتدئات يقدروا يبداو غير بشي حاجه قليله هكا، 1 كيلو ديال الفرش وواحد شويه ديال النخاله ولا الدقيق اللي كتستعملوا. عندي الفرش والنخاله، عندي واحد المعلقه كبيره ديال الملحه، واحد المعلقه كبيره ونص ديال الخميره ديال الخبز، معلقه ونص الخميره ديال الخبز البنات. وهنا الماء اللي كيكون دافئ البنات مخلط ما بين الماء سخون والماء البارد. هنا كنضيفوا الماء شويه بشويه بالتدريج البنات، ما تضيفولوش الماء دغيا دغيا البنات، ضيفوا الماء غير بشويه بشويه. هنا انا كنعجن بيد وحده حتى كنخلط داك الدقيق كامل، عاد كندير جوج يدين وكندلك العجينه ديالي مزيان. هنا كنبقاو بهاد الطريقه، كنبقاو نضيفوا الماء شويه بشويه حتى كيتخلط عندنا داك الدقيق وكيولي عجينه. هنا البنات عندي الكسعه صغيره كما كتشوفوا ما غرقاش، والدقيق عندي كتير. هنا كما كيبان لكم في الفيديو. حاولوا ما امكن بشويه بشويه حتى كتخلطوا داك الدقيق كامل وما كيخرج لكمش على برا. كما كتشوفوا على هذا الشكل غير بشويه بشويه. بقاو معايا البنات. بالنسبه للمبتدئات كتبقى مشاركه وصافيه. تبارك الله العيالات المغربيات الحادقات كل شيء تبارك الله دابا ولا كيطيب الفرنه والعواد. بالنسبه للمبتدئات اللي باغيين يتعلموا الخبز ديال الفرنه صحي بزاف بزاف وكيجي زوين وكيتسكى ما شاء الله. مع حكم دابا الحراره صراحه ما كنديروش بزاف على برا. دابا راه لقيتوني العشيه في الصباح بعد ما كنديرو في الصباح بكري مع 6 الصباح كنوض كنعجن كيكون مازال الجو بارد. دابا اليوم عجنت دابا 7 البنات، حيت مازال الحال حتى كيبرد الحال عاد كنخرج كنمشي نطيبو. تيكون الجو شويه بارد والشمس مشات باش كتقدو على الفرنه حيت كتكون سخونه بزاف ما صالحش في الشمس. وبالنسبه للدار البنات ما كنقدش نعجن في الدار على حساب البوطه كيطلق السخونيه عندي في الدار بزاف. وكنحاول ما امكن ندير هادو كندير بزاف كندير 9 10 وكيبقى لي صراحه كيدوز لي واحد السيمانه. كنضيفو في الثلاجه وكيبقى ولا في الفريغو كيكون زوين وكيبقى رطب وغزال بحال الا ديك الساعات طيبتيه. هنا كما كتشوفوا من بعد ما جمعت العجينه ديالي كنفزق يدي بالماء وكنبقى ندلك بحال هذا الشكل هكا كندلكو مزيان. هنا البنات يمكن لكم تدلكوه غير واحد شويه وتخليوه يرتاح. عاد كنعاودو نديرو له من بعد ما كيخمر واحد شويه كنعاودو نعجنوه. ضروري البنات هاد العمليه كيجي به الخبز زوين ومفشفش من الداخل كيجي خفيف. ملي كطيبيه كتحسي به خفيف بزاف وكيجي ما شاء الله غزال. ضروري من العجينه الثانيه غنخليوه يرتاح واحد 4 ساعة وغادي نرجعو ندلكوه مزيان عاوتاني.
هنا العجينة ديالنا كنخليوها ترتاح البنات، كنرشوها بالفينو، نخليوها تضاعف الحجم ديالها واحد شوية ونرجعو ندلكوها. وهنا من بعد ما تضاعف الحجم ديالو البنات كما كتشوفوا ارتاحت العجينة ديالي، غادي نرجع نفزك يديداتي بالماء ونرجع ندلكو كما كتشوفوا. كيجي ما شاء الله غزال. شوفوا العجينة ديالو كي دايره، ومنين كتوليو تعجنوها وتخليوه يخمر ما شاء الله كيجي ما شاء الله غزال غزال بزاف. دلكوه واحد 10 دقايق هكاك ولا 5 دقايق على حساب الوقت اللي عندكم، ورجعوه خليوه غطيوه خليوه يخمر عاوتاني ورجعوا عنده. وهنا العجينة ديالي كتكون واجدة البنات كما كتشوفوا، من بعد ما خمر وارتاح ما شاء الله العجينة ما شاء الله نتوما كما كتشوفوا غزالة. ودابا غادي ندوزو باش نكوروها البنات، نديروه كويرات. تقسموه على القياس اللي بغيتو، واش صغير ولا كبير. هنا غادي نديرو انا كبير شي شويه حيت ديال الفرنه خصو يكون كبير باش كتسالي دغيا. كما كتشوفوا غادي نفرشوا واحد المنيديل بحال هكا باش نحطوا عليه الخبيزات ديالنا. هنا البنات كنحتاج واحد الطبيسيل ولا اي حاجه كدوروا فيها الدقيق ديالكم. انا لقيت حدايا الطبسيل هو اللي جبت، ضفت فيه الفينو باش ندوروا فيه العجينه ديالنا ولا الخبيزات ديالنا. كما كتشوفوا كتقسموا العجينه القياس اللي بغيتو، واش صغير ولا كبير. هنا غنديرهم واحد شويه كبارين البنات. كندوروا العجينه ديالنا في الفينو ولا في النخاله اللي بغيتو. انا هنا كنفضل الفينو حيت النخاله درتها فيه لداخل كما كتشوفوا على هذا الشكل. هنا البنات نتوما ديروا القياس اللي بغيتو. انا هنا خرجوا لي 9 ديال الخبزات. بالنسبه للمبتدئات ديروا غير شي شويه، غير القياس ديال العجينه غير شويه باش ما كيغلبش عليكم. اما الناس اللي معلمه الحمد لله راه ضروري ما كنديروا واحد الكميه اللي هي كثيره باش كيدوزنا واحد شويه ديال الوقت. بحكم دابا الحراره بزاف ماشي كل مره كنعجنوا. صافي البنات كنبقاو بحال هاد الطريقه كنديروا الخبيزات ديالنا على هاد الشكل كما كتشوفوا، حتى كنساليو الكميه اللي عندنا كامله وندوزو باش نقرصوهم تيكونوا الاولى طلقوا. كنبداو من الاولى. نتوما غتشوفوا معايا كل شيء ان شاء الله في الفيديو، بقاو معايا حتى الاخر.
وهنا من بعد ما جمعت العجينة ديالي كاملة البنات كورتهم، غسلت القصعة ديالي باش نقرص فيها، رشيت فيها الفينو، وغادي نبداو من الأولى البنات، هي الأولى باش غادي تطلق لنا كما كتشوفوا. غنطلقوها على هاد الشكل هكا، كنديروا الفينو حنا كنطلقوا، كتطلق بسهولة. وهنا من بعد ما طلقت الخبيزه ديالي، جيبوا واحد الصينيه ولا اي حاجه كتقرصوا فيها الخبز ديالكم، وجيبوا المنديل ديال الخبز كما كتشوفوا. انا هنا هادو شريتهم على ود الخبز، كيجيو صغيورين حسن من دوك الكبارين، كنبقاو نتنيوهم. كنديروا غير واحد كما كتشوفوا على هذا الشكل، كنديروا الفينو باش ما كيلصقناش الخبز ديالنا، وكنهزوا الخبزه ديالنا وكنلوحوها في ديك الصينيه وكنرجعوا غير نقادوها وصافي البنات. كنكونوا قرصناها في القصيعه. هنا كنقادو لها الجنيبات، الا كان بانت لنا شي جهه ما مقرصاش ولا ما مقاداش كنقادوها وصافي البنات. كما كتشوفوا على هذا الشكل كنبقاو مستمرين على هذا الشكل حتى كنساليو الكميه كامله البنات اللي عندنا. هنا البنات انا غادي ندير جوج صينيات، غادي ندير وحده فيها 4 ووحده غادي ندير فيها 5، كنديرهم فوق بعضياتهم البنات كما كتشوفوا. كنرد هاد الجنيبات هادو باش منين كنجي نقلب، منين نمشي نطيب نجي نقلب ما تلصقليش مع اختها. وكندير المنديل الاخر باش ندير عليها الثانيه. هذه غادي ندير فيها 5 ديال آه الخبزات، والصينيه الاخرى غندير فيها 4 الخبزات، يعني عندي 9 الخبزات البنات. نتوما يمكن لكم ديروا الكمية كتبقى لكم على حسب الرغبة.
وهنا كيكون الخبيز ديالي خمرة البنات كيما كتشوفوا. لقيتوني غادي نمشي باش نشعل الفرنة باش تسخن باش نطيبوا الخبيز ديالي. هنا واحد الجو زوينه البنات. هادي راه 7:30 ديال العشيه، ما بقاتش الشمس، الجو شويه برد شويه الحمد لله. واخا كطيبي دابا كيجي زوين صراحه، ولا في الصباح بكري. بحكم دابا الحراره والصيف خاصنا نطيبوا الخبز ديالنا في الصباح بكري، ولا بالعشية حتى كتغرب الشمس. ما ساليت كانت شي 8 عاد ساليت الخبز ديالي كما كتشوفوا. واحد الجو رائع البنات. وبقاو معايا نمشيو نجيبو واحد شويه ديال العواد. هنا كما كتشوفوا هزيت العواد باش نمشي نشعل، والبريكه هي دي في يدي. ها نتوما كما كتشوفوا كنوريكم الاجواء هنايا. هادو هما العواد اللي كنهزو. هنا البنات ما وريت لكمش ملي كنت كنجمع العواد حيت ما كاينش اللي يشد لي التليفون. حتى جمعتهم كما كتشوفوا. غادي نهزهم دابا وغادي نمشي نشعل الفرنه ديالي. هنا كما كتشوفوا البنات شعلت الفرنه سخنات. درت داك داك اللي فاش كيطيبوا الخبز كما كتشوف. كنوريكم الاجواء هنايا ما شاء الله. هنا قلبت الخبزه ديالي. كنقلب بجوج يدينا البنات، ما عنديش كندير كاع نهائيا نشد التليفون باش نوريكم كيفاش كنقلب الخبز. خلاص الحدقات راهم عارفين الحمد لله. بالنسبه للمبتدئات وصافي، هنا كناخذ واحد العويد هكا ديال العواد وصافي، ما تحتاجي لا فرشيط لا حتى حاجه. هنايا كما كتشوفوا كنتقب هكا داك الخبيزه ديالي. هنا كما كتشوفوا كنوريكم ما كاين ما احسن من شي حاجه بلديه. كيجي ما شاء الله واحد اللذه فيه يا سلام. وكنطيبوا كما كتشوفوا على هذا الشكل. كنديروا الخبيز ديالنا وكنبقاو ندوروا داك فاش كنطيبوا باش كيطيب على الجهات كامله. نتوما كما كتشوفوا محمره ما شاء الله غزاله. وهنا كي كتكون الأخرى قربت طيب صافي ما بقى لا والو نحيدوها. كنقلبوا واحد الخبيزة أخرى عاوتاني كنديروا لها تقيبات بحال هكا. كنحيدوا الخبزة الأولى اللي كتكون طايبة، وكنجي نديروا هادي اللي ما طايباش عاوتاني. كنبقاو مستمرين بحال هاد الطريقة كما كتشوفوا. كندوروا داك الفراح ديال العافية فاش كنطيبوا باش كيطيبوا من الجهات كاملين. هانتوما كنوريكم الأجواء كي دايرة. كي قلت لكم الشمس غربات البنات. هانتوما محمرة ما شاء الله غزالة. انا صراحة ما كنخليش الخبز يتحمر بزاف حتى يبغي يمشي يتحرق. تنخليه لونه مفتوح كيجي زوين بحال هاد الشكل هكا. هانتوما البنات كنبقاو ندورو على هاد الشكل، والعافية مرة مرة كنزيدو لها واحد شوية ديال العواد باش كتبقى لنا شاعلة. ما تدفعولوش العواد بزاف البنات باش ما كيتخطفلكمش، ومن الداخل ما كيطيبش مزيان كيجي معجن. ديروا عافية مهيلة مع دابا حكم الحرارة الصهد. ما يحتاجش العواد بزاف، ماشي بحال البرد كيبغي العواد بزاف باش يسخن. عاد يقدر يطيب لنا 9 ولا 10 د الخبزات. هنا الصيف دغيا دغيا البنات كيسخن ودغيا كيطيب الخبز ديالنا حتى هو، وكيطيب على المهل البنات. كنأكد ونعاود على المهل البنات ما تدفعولوش العافية بزاف باش ما كيتخطفلكمش من على برا ومن الداخل كيبقى خضر. هانتوما هذه هي الخبزة واقيلا الرابعة ولا الخامسة. هذه غادي نديرها البنات كما كتشوفوا. صافي كنبقاو بحال هاد الطريقة حتى كنساليو الخبيز ديالنا كامل. وهنا كنكون ساليت الخبيزات ديال البنات ب9 د الخبزات ساليتهم كاملين كما كتشوفوا على هذا الشكل. كنهزهم دابا نديرهم على بعضياتهم باش نهزهم ونمشي للدار. كما كتشوفوا جا ما شاء الله غزال البنات. ما شهيتكم فيه صراحه. في الصيف كيجي شي شويه صعيب، ولكن كي قلت لكم في الصباح بكري ولا بالعشيه كيجي صراحه زوين بزاف. انا الا شعلت البوطه في داري البنات راه عرفتي العافيه كيكون الجو سخون سخون بزاف في الدار. عليها كنفضل انني نطيب مره في السيمانه الخبز على برا احسن ما
كنطيب في الدار حيت عندي الكوزينة صغيرة بزاف وكتسخن في هاد الحرارة وكتسخن حتى الدار. وهنا كيكون فيديو ديالنا سالا، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وكنت خفيفة ظريفة على قلبكم واستفدتوا شي حاجة من هاد الفيديو. ما تنساونيش من لايكات واشتراك في القناة فضلا وليس امرا حبيبتي، وشكرا لكم. شكرا للناس اللي دخلوا عندي، كنقول لهم مرحبا والف الف مرحبا. وحتى الناس القدام كنقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. الى فيديو اخر ان شاء الله.